كان شريك نجيب ساويرس وهو في العشرينات، وبالوقت بقى هو أهم فرد في بيزنس عيلتهم، لدرجة إن وفاته خسرت عيلة ساويرس كتير. ومش بس هما، ده كان خسارة لأي واحد عرفه في حياته. خالد بشارة اتولد في عيلة غنية جدا ليها شغلها الخاص بيها، وعلشان والده كان شارب كويس جدا يعني ايه بيزنس، قال له انت لو اشتغلت معايا مهما حققت ومهما نجحت هتفضل طول عمرك ابن جلال بشارة، لكن أنا عايزك تشتغل في الحاجة اللي أنت بتحبها وتبني اسمك بمجهودك بعيد عن اسم العيلة. وفعلا بعد ما بيتخرج من كلية هندسة الحاسب الآلي من الجامعة الأمريكية، بدأ يتكلم مع 2 من صحابه إن هم يتشاركوا هم ال3 ويفتحوا شركة صغيرة كده علشان يكسبوا خبرة السوق. وفعلا فتحوا شركة مايكرو بلس لبرامج إدارة الأعمال. وبما ان الكلام ده كان سنة 93، فكل الناس اللي حواليه كانوا شايفين ان اللي هو بيعمله ده 100% تضييع وقت وفلوس. لكن للأسف الشراكة بتنفض بينهم بعد وقت بسيط جدا. لكن خالد ما استسلمش، قرر يكمل شغل ويعمل شركة لينك ايجيبت اللي كانت بتورد الانترنت للناس في البيوت والشركات. وطبعا البداية كانت صعبة جدا بسبب وجود شركات كتير بتقدم نفس الخدمة وكمان مسنودة من رجال أعمال كبار. لا والأكتر من كده إن خالد علشان يقدر يعمل الشركة دي لف على كل أهله وأصحابه ويستلف منهم فلوس علشان يقدر يشغل الشركة. لكن خالد كان صريح معاهم من البداية وفهمهم إن مفيش أي ضمانات إن الشركة هتنجح، وقال لهم لو الشركة نجحت هتتنغنغوا فلوس، لكن لو خسرت مفيش ولا مليم هيرجع. المهم إن خالد قدر يجمع 1,000,000 جنيه وبدأ شركته. في الأول الشركات المنافسة كانوا شايفين إن خالد أصغر من إنه يتقال عليه منافس ليهم. في الأول والآخر ده شاب لسه متخرج جديد وما عندوش أي خبرة في المجال وجاي ينافس وسط حيتان السوق. لكن المفاجأة بقى إن خالد خيب ظنهم كلهم ونجح نجاح ما حصلش، لدرجة إن نجيب ساويرس كان أكبر مستثمر في شركته سنة 99. ومع شراكة نجيب ساويرس بدأ حجم الشغل يكبر وتطورات كتير تحصل، زي ان نجيب اشترى شركة إن تاتش وضمها لشركة خالد، واتعملت شركة لينك دوت نت المشهورة اللي اعلاناتها 037 كانت مغرقة الدنيا في الألفينات. وبدأ خالد يتعرف اكتر وشغله ينجح اكتر واكتر، لغاية ما وصل انه يبقى اهم ضلع في بيزنس عيلة ساويرس، وكان شايل عنهم عبء حاجات كتير. وبعد ما خالد بقى الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية وكمان رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، بيتوفى خالد قبل ما يكمل ال50. يوم وفاته السوشيال ميديا اتقلبت، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش حزن عليه أكنه واحد من عيلته، ده غير الخسائر الكبيرة اللي سببها البيزنس عيلة ساويرس، لدرجة إن سميح كان بيقول عليه الراجل اللي شايل عني كل حاجة، وقال عنه كمان إنه أعظم شخص اشتغل معاه. خالد كان دايما حريص في علاقاته مع الناس اللي شغالة معاه إنها تبقى ميكس بين العملية والإنسانية، يعني يخرجوا مع بعض يلعبوا رياضة. ده اللي خلى الموظفين يقولوا إنهم عمرهم ما حسوا إن خالد مدير عليهم، كانوا دايما بيحسوا إنهم عيلة قاعدين مع بعض في البيت. عشان كده هتقدر ببساطة تشوف الذهول في عيون كل الموظفين لما عرفوا خبر الوفاة، ده غير بقى الناس اللي مش عايزة تصدق الحقيقة دي لغاية النهاردة. ومن كتر ما هو مأثر فيهم وبيحبوه علقوا له بوستر كبير على شركته القديمة اللي هو باعها وما بقتش بتاعته أصلا، بس هم شايفين إن ده حقه عليهم. خالد بشارة أو بيل جيتس مصر زي ما بيتقال عنه، كان حاسب كل خطوة بيعملها في حياته عشان يقدر يحقق أهدافه، وفعلا قدر يبقى أشطر مدير في مصر. لكن المكسب الحقيقي من وجهة نظري إنه قدر يسيب سيرة طيبة في قلب كل الناس اللي يعرفوه، وعلمهم دروس كتير للدرجة اللي هتخليهم يدعوا له لآخر يوم في عمرهم.